مارك مؤسس فيسبوك أصغر ملياردير في التاريخ. بدأ شغفه في البرمجة من الصغر، ولما أبوه لقى شغفه بيزيد في البرمجة فقرر إن هو يجيب له مدرس خصوصي عشان يعلمه البرمجة. ومن هنا بدأ في تطوير البرامج والألعاب، وأول برنامج طوره كان في عمر ال 12 سنة، وكان اسم البرنامج زاك نت، لدرجة إن أبوه استخدم البرنامج في العيادة الخاصة بيه للتواصل مع المرضى. ومش بس كده، كل أسرته استخدموا نفس البرنامج عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض. ومع الوقت بدأ يعمل برامج كتير، لدرجة إن شركة مايكروسوفت عرضوا عليه إن هو يشتغل معاهم، لكنه رفض العرض وطور برنامج فيس ماتش الخاص بالجامعة اللي كان بيدرس فيها. واتلغى برنامج فيس ماتش بعدها من الجامعة، واجتمع هو ومجموعة من أصحابه عشان يعملوا برنامج للتواصل الاجتماعي ويسموه ذا فيسبوك. وصمموا البرنامج من اللون الأزرق والأبيض عشان مارك بيعاني من عمى الألوان. وتجاوز عدد مستخدمين البرنامج ل1,000,000 مستخدم، وكان كل مستخدمين البرنامج من طلاب المدارس والجامعات، لحد لما مصممين برنامج فيس ماتش اتهموه بسرقة فكرتهم ودفع لهم 65 مليون دولار. وانتشر فيسبوك في جميع أنحاء العالم وأصبح مؤثر على حياتهم. وقدر مارك بعد كده إنه يمتلك واتساب وإنستجرام، لحد ما بقى أصغر ملياردير في العالم.